ما كنتش أتخيل إنه صعب كده، بس طلع خيال. أنا لحد دلوقتي ما فُقتش من اللي حصل بجد في الآخر وما كنتش متخيلة كده أبدًا. هاحكي لكم، مش هاخبّي عليكم. بس في الأول ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو وتكتبوا لي في الكومنتات حكاية تيوب علشان تشجعوني أستمر. واللي مش عامل متابعة هازعل منه، يجري يعمل متابعة دلوقتي حالًا. وتعالوا بقى أمّا أحكي لكم اللي حصل. أنا أولًا اسمي هدير، وسني كان 22 سنة وقت ما حصلت الحكاية دي. الموضوع ابتدي في آخر سنة ليا في الكلية. كان معايا نورهان ودي صاحبتي من وإحنا عيال صغيرة. طول عمرنا أصحاب وأخوات وبنبات عند بعض وكل حاجة ممكن تتخيلوها. أنا وهي كنا أكتر من الإخوات. وطبعًا أسرارنا مع بعض، وأي أسرار بتتقال لنا برضه بتبقى مع بعض. يعني أنت لو تعرف حد فينا وقُلت له حاجة، اتأكد إن التانية هتكون عارفة وبالتفاصيل. أصلًا أنا وهي كنا بجد بنحفظ الكلام اللي بيدور علشان أجري عليها أقوله لها، وهي كمان كانت بتعمل كده. وعلى فكرة ده في البنات عادي، كتير في بنات زينا، قريبين من بعض زي الإخوات. بس ثواني بس، ده مش كل الحكاية، ده اللي ظاهر من الحكاية. في جزء تاني ما كناش نعرف عنه حاجة، وده اللي ابتدي مع سي كريم، اللي ظهر في حياتنا في سيمينار في الكلية آخر سنة. شاب لابس كلاسيك وشكله محترم، هادي، نظراته فيها ثقة وصوته مريح. دخل القاعة بكل ثقة وكان واقف كام ثانية كده. حضوره خلى الكل ينتبه، وإنه واقف مش بيتكلم ده شد الانتباه أكتر وخلى الكل يسكت. وهو كان بيبص على كل الوشوش كأنه كان بيقرانا، وابتسم وقال: أعتقد إني مش هبقى ببالغ لو قلتلكم إن كل اللي قاعدين قدامي ناس جميلة قوي. وقالها وهو حاسسها، أو أنا حسيتها منه. وادانا محاضرة، وأنا ونورهان كتفكير البنات بصراحة كنا إحنا الاتنين هنموت عليه. في شيء ملفت، في شيء مخلينا عايزين نقرب له. بس إيه ده؟ ومش بس إيه ده، لكن مين الشخص ده؟ وكلامه وأسلوبه بصراحة مش هكدب، أنا بحس إني متكهربة من التايب ده في الرجالة، وبشوفه وما بعرفش مالي. والغريب إني لقيت نورهان كده برضه. طلبنا نقعد معاه وحدد لينا ميعاد، وقعدنا نحكي شوية واقترح علينا ندخل كورس بيقدمه. وأنا وهي بصراحة كنا مشدودين له جدا. وفي الأول كان بيتعامل بتقل مستفز، اللي هو التقل اللي يخلي الواحدة تقول بينها وبين نفسها: أنا هجيبك يلا. ده كان إحساسي الصراحة، وكان إحساس نورهان برضه. المهم بدأنا الكورس معاه، وهو ابتدى يربط نفسه بينا بصداقة، بس كل واحدة لوحديها. وطبعا احنا راعينا انه بيحب الخصوصية قوي، فمحدش مننا اتكلم عن علاقته بيه نهائي. وبعد شوية كريم قال لنا انه محتاجنا نشتغل معاه كتسويق وكده، وكان بيعلم كل واحدة فينا لوحديها. أكيد انتوا فهمتوا. أنا بالنسبة لي كنت حبيبته اللي مش شايف بنتي في الكون زيها، والإنسان اللي حس معاها بحاجات عمره في حياته ما عاشها، والطفلة اللي بيحس بروحه بتفرح وهي حواليه. ونورهان بقى كانت بالنسبة له الحضن الحنين والراحة والأمان والدفء اللي بجد، والوحيدة اللي فهماه، وعمره ما حس بهدوء غير وهو في حضنها. ما الموضوع كبر، وطبعا احنا كل واحدة واخدة جنب من التانية، وبتتحجج إنها مطحونة في الشغل ومش بتحكي للتانية عن البيه. واحنا كنا بنطلع قلوب واحنا بنحكي على كورساته. جبنا له بنات كتير قوي، وكنا بنشوف بعينينا إنه في نظرات مش طبيعية، بس كنا بنقول إن البنات هتموت عليه، وهو يا عيني مش عايز كل دول. طبعا انتوا هتتخيلوا للأسف إن سي كريم طلع راجل مش كويس لا سمح الله، وأنا ونورهان عرفنا حقيقته واتفقنا عليه. لا خالص، هو كان جبار، ما تستغربوش. أنا ونورهان فعلا عرفنا، بس منه هو. ومش هتتخيلوا إنه أقنعنا إننا نقبل فكرة إننا نتشارك فيه. ده حقيقي. الراجل خلانا نقول له مثلا بالليل لو سهران مع واحدة فينا على التليفون:
تقوله بعد شوية: روح كلم التانية يا حبيبي، مش عايزاك تأثر معاها. ما احنا ما اتجوزناش، ده كله في مرحلة الحب. والشخص ده قدر يفهم كويس شخصيتي وشخصية نورهان. يعني هو عرف إني ما عنديش ثقة في نفسي وبحتاج حد يكون أعلى مني يوجهني يرشدني، وحد ما يخلينيش أحتاج أفكر، أبقى بنفذ كلامه ويقولي أعمل إيه، وأحس إنه بيحبني ومطمنة وأنا ماشية وراه مش هفكر حرفيا. لو حد اداني ده وهو فضل يبني في ده فترة مش قليلة لحد ما اداهولي باحترافية كمان، خلاني حاسة إني بعشقه بجنون، بموت فيه. ما هو محدش عمل معايا كده قبل كده. أنا مش متخيلة اللي عمله في دماغي وتفكيري بصراحة، وطبعا كنت راضية وقابلة إنه ليه حق يحب تاني. وعلى فكرة هو وضح لي نقطة، وللأسف ده الوجه الآخر له، إني مناسبة في راحته الأنثوية، لكن أنا عقلي طفولي مش عارف يرتاح معايا في الكلام، مش عارف يناقشني. فهو مع نورهان في حتة المناقشة وشايف إن دماغها حلوة، وأنا معايا طبعا انتوا فهمتوا. وبالنسبة لنورهان بقى ما كانش جسمها أحلى حاجة، وغير إنها طول عمرها بتسمع كلام سلبي، وكل الناس اللي حواليها شايفينها بنت وقورة، مثال للأخلاق وللأدب وحاجات كتيرة من النوع ده. هي كانت مخنوقة من الدور ده، كانت عايزة تتمرد، تتشاف مجنونة، ما تبقاش مثال لحاجة خالص، وكان نفسها تغلط وتتقبل، وكانت عايزة تتحب لجسمها وتحس إن راجل بيقتحمها. وطبعا هو عمل ده باحتراف شديد، بس هو أقنعها إنه برغم من إنها جنة وكل حاجة فيها جميلة، بس أنا بالنسبة له بنته اللي كبرت على إيده، واللي شايف إنه مش هيقدر يستغنى عني، وكان بيقول لها إني عيلة، وهي قبلت هي كمان بالوضع، مش بس حباً فيه. إحنا ما كانش قدامنا غيره يفهمنا، يدينا المساحة دي. هو استغلنا في كل حاجة، شغل وتجاوزات، واستنفذنا في الفلوس، وكمان إنه خلانا نقبل بأمور مستحيلة، وكنا عندنا استعداد نكمل معاه عادي جداً. ولو كان ناوي يقبل يتجوزنا كنا هنكمل معاه عادي. والله، وإحنا الاتنين. وعلى فكرة، نورهان حملت منه وتخلى عننا إحنا الاتنين، وكان ندل وقذر وزبالة وسابنا. ونورهان نزلت الطفل في ظروف صعبة جدا، وكنت معاها وعملنا مليون فيلم علشان محدش يحس. بس في النهاية، لحد دلوقتي بعد ما هو بعد عننا بكل الطرق اللي ممكن يبعد بيها، قلنا لبعض امبارح: ما هو برضو عنده حق، مش عايز مشاكل. كان هيعمل إيه يعني؟ واحد زيه في مكانته كان هيقول أنا عملت المصيبة دي مع واحدة في سننا؟ وطبعا ده كان هيأثر على سمعته واسمه. أنا مش عارفة هو غسل دماغنا كده إزاي، بس أنا قادرة أقول لكم إن جوانا احتياج عاطفي يمكن فوق أي وصف، ويمكن أنا وهي ما صدقنا راضي يفهمنا أو يدينا جزء بسيط من اللي محتاجاه الست، وحتى ولو تمن ده غالي قوي. لأن سامحوني، ما الستات بتدفع التمن والغالي جدا كمان، وفي الآخر لا مؤاخذة حتى الكلمة الحلوة مش بيقولها. إحنا مش ضحايا كريم، لأ، إحنا ضحايا مجتمع مرباش الرجالة إنها تحب وتحترم وتتعامل مع الستات صح. لأن لو الشباب دي كتير ما كانش اتنين زينا وفي غيرنا كتير يقعوا ضحايا لده. على فكرة، مطالبنا كلمة حلوة وتقدير وشوية وقت ونحس إننا مهمين، وصدقوني بندي عن عينينا. بس للأسف محدش بيفهم، وإحنا كمان ما بنفهمش. أنا حكايتي خلصت، ولو انتي بنت قوليلي انتي متفقة معايا ولا لأ. أما لو انت شاب فياريت تقولي كده، انت بتعرف تقدر وتتحمل المسؤولية، ولا سوري بتعرف تقدر وتاخد التمن؟ مستنياكم في الكومنتات، ولو القصة عجبتكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتعملوا لايك. وشكرا ليكم، وخلصت الحلقة دي والحكاية دي، لكن لسه الحكايات على القناة ما خلصتش.